في رسالة مخابراتية وأمنية على أعلى المستويات قدمتها المخابرات المصرية والأجهزة الأمنية من خلال الشيخ سيد عبد الباري رئيس القطاع الديني لما خطب في خطبة العيد ودعا بالدعاء اللي قال فيه: اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر الكامل فيها لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك. الرسالة دي كانت موجهة للخليج، والدعاء ده أحدث صخب كبير جو عنده. ليه؟ أكاد أجزم أن الرئيس السيسي في زيارته لدول الخليج السعودية وقطر والإمارات الزيارة ما حققتش الأهداف المرجوة منها لدى القيادة المصرية. فحب السيسي يفكرهم أن مصر بفضل الله مش هيكون ليها أي حاجة عند أي لئيم منهم بدعاء إيراني. وما فيش أي مشكلة بالنسبة لنا احنا كأهل سنة وجماعة في الدعاء أو في ولا أي إشكالية فيه، بس الدعاء بالصيغة للمشايخ الشيعة والصيغة الإيرانية دي رسالة مخابراتية للخليج: اتلموا وبلاش أي لئيم منكم يشوف نفسه علينا.